ببلادي لا بدي لأحبابك واهديهم دمعة وفاء. لا تبكي عليهم غني وغنيهم سراج معاك انطفى. تحية لكم مشاهدينا، نجدد اللقاء بكم اليوم من قرية عين قنية، عين قنية الصابرة والصامدة، والتي ودعت قبل أسابيع قليلة أحد رجالاتها الذين عرفناهم في مقدمة المتظاهرين. كان يرفع العلم الوطني ويسير في مقدمتهم ويحلم معنا بالحلم القريب أن النصر بات قريبا على الأعداء وسنحتفل معا بنصر سوريا وتحرير الجولان. رحل أبا أحمد، لكن أمنيته ستبقى وستتحقق قريبا بهمة جيشنا العربي السوري. سنلتقي اليوم أسرته لنتحدث قليلا عنه. يا سوريا ودمعتك خبيها لما بتعطش. القائد بشار والله غيرك ما نختار، معك بنكمل المشوار. الدم الغالي نسقيها، الدم الغالي نسقيها. مشاهدينا، وصلنا الآن إلى منزل المرحوم أديب الدمقسي. وصلنا ونلتقي اليوم الأسرة والأصدقاء لنتحدث قليلا مثل ما ذكرنا سابقا عنه وعن مآثره وعن الراية التي كان يحملها وكيف ستسلم إلى الأبناء. مرحبا عمي. أهلا وسهلا. أول شيء عرفنا بحضرتك. أنا تركي الدمقسي أبو حاتم، هو أديب خينا الصغير. أول شيء إن شاء الله بسلامة أعماركم جميعا، والله يشوفنا عليكم مكروه. إلى أبنائي، إلى أهلنا وأخواننا وأحبائنا في مدينة جرمانة، وأخص بالذكر شقيقي الغالي أبو الناظم الشيخ أبو الناظم نجيب الدمقسي وأولاده وأحفاده، وشقيقتي الغالي ست الكل وزوجها سلمان أبو فواز وأولادهم وأحفادهم، وإلى شقيقي وخي الغالي أبو محمد فهد الدمقسي وأولاده وأحفاده. ونعزي نفسنا ونعزيهم بوفاة شقيقي الغالي المغفور له الشيخ أبو أحمد أديب الدمقسي. عمي، كنا نتذكر حياة المرحوم بمقدمة كل مظاهرة، نحن عرفناه بمقدمة المظاهرات كان حامل هالعلم وماشي قدام المتظاهرين يحمل هالعلم. شو بتتذكر أنت كمان عنه؟ بتذكر عنه كان من السباقين للعمل الوطني وجميع الفعاليات الوطنية اللي يقوم أهلنا بالجولان، كان من السباقين إليها، وكان العلم العربي السوري يرافقه بكل مكان، وكان في زيارات لعرب ال48 كان يرافقهم ويحمل العلم السوري بكل الأوقات والمناسبات. بتذكر اشتغل هو بالبنيان واشتغل بالمصانع النسيج. بتذكر في حادثة صارت قدامي، أنا كنت أنا وياه اشتغل بمعمل النسيج، إجا مدير المعمل اللي هو يهودي قال ب 17 نيسان غدا اللي بيجيش بعد غدا بيجيش، يعني يعتبر مفصول. أديب كان العمل الوطني له بيتبدع على مصدر معيشته. كتب إعلان ولزقوا على باب المعمل، قال بالعبري كتبوا غدا أنا أديب الدمقسي أشارك وطني وأهلي بالجولان بعيد استقلال دولتنا سوريا. الشيخ أبو أحمد أديب رفيق منذ الطفولة، رجل صادق، رجل أمين، رجل مثابر على عمله، ربى أسرة صالحة على الكد الحلال، مؤمن إيمان كامل بحقيقة الولاء والانتماء للوطن الأم سوريا، وهكذا عمل. كنت تراه في كل مناسبة، في كل عمل لنشارك وطننا الأم أفراحه، إن كان في 17 من نيسان يوم الجلاء المستعمر الفرنسي عن أرض سوريا، أو في أي مناسبة وطنية تراه سباقا. وحقيقة أنا لا أبالغ إذا قلت أن أبو أحمد أديب كان من الأوائل الذين ينوجدون في ساحات البطولة، ساحات الجهاد، ساحات النضال، حاملا الراية السورية ومتقدم المسيرة كما ذكرت. إنسان آمن بصدق بحقيقة الولاء والانتماء
وكان ينتظر ساعة تحرير الجولان من براثن الاحتلال الإسرائيلي وعودته إلى الوطن الأم سوريا. وأول مناسبة حدثت بعد رحيل الشيخ المناضل المجاهد أبو أحمد أديب هي مناسبة ذكرى انتفاضة أهل الجولان ضد قرار الضم الإسرائيلي وتمسكهم بالهوية والجنسية السورية. كانت مناسبة 14 من شباط. حقيقة عندما وصلنا إلى مكان التجمع كنت ترى كل شخص يفتقد أبو أحمد أديب رحمه الله ويقول أين الشيخ أبو أحمد أديب، يرافع علمه ومتوسط الجماهير في ساحة القرية. حقيقة هذه المناسبة الأولى التي تمر بعد رحيل أبو أحمد، وفي كل مناسبة نفتقد أبو أحمد وأمثال أبو أحمد، وخاصة في هذه السنة الأخيرة غاب العديد أو غيب الموت العديد من رجالات الجولان، وبهذه التغييب يكون قد خسر الجولان قامات شامخة من قاماته. بالنسبة لأديب كان من السباقين إلى بجميع المواقف الوطنية، كان من الأوائل وحمال العلم، يعني ما فيش مناسبة إلا ما يكون بالأول. نتمنى له أن يسكنه فسيح الجنان ورب عائلة شريفة. أنا بحيي كل أهل سوريا وأهلي وأخوتي هني بجرمينا، وبعزيهم بابن عمي وخيي. هو كان رافع راسنا وفاتح عيننا، هو من المشايخ من صغره الحمد لله، وهو من الوطنيين، وهو رافع راسنا، وهو قدوة إلنا، وهو الحمد لله كل عمره ما حدا بيسبقه على الشغلات الوطنية، على كل شغلة هي بالكرامة. هو حبيبنا وهو نحن غالي علينا كثير. أنا بأجر خيي مناظم وأهل بيته الشباب، وبأجر خيي محمد وأهل بيته، وبأجر أختي مفوز وجوزها، ومن أجر الجميع ومن أجر أنفسنا. من عزيكم بابن عمي فتح عيننا ورفع راسنا. وأنا بال14 شباط كنت كثير محزونة، لأنه أول علم كان يكون علمه بالساحة. بقى بيتمنى إلا يكون شوف سوريا. اطلع أنا وياه مشوار على العيد، قل له عم يدعى، قل له لمين عم تدعى؟ قل له انت بترجع سوريا. قل له الواحد بيدعى على اهله، بيدعى على اولاده، بقول لي انا بدعى على سوريا. يضل حامل العلم، كان مخلص للكل، مخلص للوطن. الله يرحمه. حدا بده يحكي بعد؟ هذا هو العلم الذي كان يرفعه أخي في كل المناسبات الوطنية، وقد أتى به من دمشق عندما كان في أحد زياراته إلى الوطن. والآن نعاهد الوطن وقائد الوطن أن تبقى هذه الراية عالية مرفوعة شامخة كشموخ جبل قاسيون وشموخ جيشنا العربي السوري الباسل البطل، الذي يخوض هذه الأيام معاركا ضد العصابات الإرهابية في العزة والكرامة والإباء، دفاعا عن الوطن، دفاعا عن سوريا الغالية، سوريا العروبة، سوريا الصامدة. والآن نضع هذا العلم أمانة في يد أحد أبنائه. تفضل، هذا العلم أمانة، توفصونا هذه الأمانة. نحمي بدمنا يا رايتنا وعلمنا. هذا هو جولان، هذه هي راية الآباء تورث للأبناء. فلا خوف على سوريا ولا خوف على الجولان. الاحتلال زائل وسوريا منتصرة بهمة جيشها وشعبها وقائدها المفدى.
تابعنا مشاهدينا تقريرا للزميل عطا فرحات من عين قنية المحتلة هناك في جولاننا الصامد، وهو يرصد الحالة الاجتماعية والنضالية لعائلة فقدت أحد أبنائها في الوقت الذي لا يزال النصف الآخر من هذه العائلة موجود هنا في الوطن الأم في دمشق، محروما من المشاركة في الأفراح والأطراح. مع النصف الأول من تقرير عطا فرحات نكمل النصف الآخر من نبض القلب هنا من أسرة الدمقسي التي ودعت الكثير من أبنائها ولم تسمح لها سلطات الاحتلال المشاركة سواء في الأفراح أو في الأطراح. ننتقل منك عطا إلى هنا إلى دمشق، تابعوا هذا التقرير. ببلادي دافي لأحبابك واهديهم دمعة وفاء، لا تبكي عليهم غني وغنيهم سراج معاك انطفى. أهلا بالجولان، نحن بنحبكم ونريدكم وما نسيناكم نهائيا ولا بتروحوا من بالنا ولا ثاني. صلنا 45 سنة تاركيكم، أما فعلا بعدنا كأننا بينكم، كل مخيلاتنا إلكم، كل ذاكرتنا إلكم، فنحن ما بننساكم ولا بأي شكل من الأشكال. والله ضل لي إخواتي، أنا جوا عندي إخواتي أولاد عمي. صوتك عم بيشوفوني، اختي سوريا واختي جميله وخيي يوسف وخيي صالح وخيي تركي وخيي مدين وكلهم واختي جميله، كلهم بقول لهم عوضنا بسلامتكم من جهه خيكم، ونحن كنا بنتمنى بالمنن ونحضر ونشارك ونكون معكم موجودين، لكن الاحتلال البغيض وهذا الصهيوني، الكيان الصهيوني اللي بيدعي بالديمقراطيه لحد هلا ما مرق علينا ال 400 سنة ومرقت فرنسا، ولكن كل دول الاحتلال ما كانت تعامل الشعوب اللي محتلتها هيك أبدا ولا بأي شكل من الأشكال. هذا الكيان اللي بيسموه ديمقراطية وبعيد كل البعد عن ديمقراطية. أنا بقول إنجلترا الإنجليز اللي جابون وعملوهم هون وحطوهم بالأرض هاي، تعالوا شوفوا الديمقراطية عند اليهود. أنا لو بدي روح على بلدي بتبعد من هون من محل إقامتي، بتبعد بالكليات، يعني بروح زحف. اما فيك توصل لكندا في اقصى امريكا، ولا فيك توصل على الجولان واللي بتكلفك ساعه زمان بس. خليهم يشوفوا الديمقراطيه ويشوفوا كيف ما مشتاق لكان، شو مشتاق لاهلي انا اللي ماتوا كلهم اهلي هنيك، بيي وعمي وامي وعمتي وكله عمومتي كلهم ماتوا، واخر شيء شاب فقدنا شاب من اغلى واعز الشباب علينا. ببلادي دافي لأحبابك واهديهم دمعة وفاء، لا تبكي علي. نحن حنيننا لبلدنا ما بينتهي، حتى مع مرور الزمن ما بينتهي، فنحن بنسلم على أهلنا بالجولان بالكامل بغض النظر عن القربة، وبنفس الوقت بعزي عمومتي وعماتي بوفاة عمي أبو أحمد أديب الدمقسي. بنقول له نحن كان بودنا أنه نكون معكم ونوقف معكم، بس الشريط الحدودي اللي بيننا وبينكم إن شاء الله بأقرب وقت بزول، وبترجع الأمور مثل ما كنا وأزود، ونوقف معكم وتوقفوا معنا. انتم بنقول لهم احنا انتم بقلبنا، ما بننساكم نهائيا. صح في بعد، في الغام، في شريط شائك، بس انتم بقلبنا بشكل دائم. طبعا انا طلعت من البلد كان عمري 8 سنوات، ذاكرتي حسب البلد، بعدها بمخيلتي، بشوارعها، بأزقتها، بينابيعها، بساتينها، كمان ذاكرتي ببنياس، ذاكرتي بالقنيطرة موجودة ومرسوخة بدماغي على طول موجودة، حتى لدرجة انه صلنا 45 سنة تاركين البلد
وما زلت أحلم بقريتي مثل ما تركتها بعام 67. نحن نقول لهم لأهلنا نحن معكم، صمودكم علمنا الصمود، وقفتكم الرجولة ضد الهوية وضد العدو الصهيوني، نحن مقدرة ورافعين راسنا فيكم. يترى ببلادي ذاتي لأحبابك. حابة أقول لأختي الله يعافيكي مرضاني صغيرة الكل، الله يعافيكي يا شكرية يا أختي، ويعافي إخوتي كلهم، تركي ومدين شكرية من 46 سنة ما شفتها أبدا 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 أبدا، ولا شفتها ولا لمحتها ولا ساعة من الساعات. شكرية من عام 67. ايه دشرناها طفلة هيك قد هيك كانت. كنت مثل أمي؟ ايه كنت مثل أمها. الوالدة ما تنتساش الوالدة انه حضنتنا وضمتنا وربتنا، ويعني شو بدي اقول لك يا قلبي يا عيوني، كثير بكيت امي، وغطى موت خيي أديب يا مانتي. بدي هذا شلع قلبنا من مطرح ما هو. موت خيي أديب صغير الكل يا مانتي، كمانت عنده 3 بنات و3 صبيان. امتى توفى؟ صار له شي شهر، يمكن صار له شي شهر. وبعزي اختي نجيبي وبعزي اختي شكرية وخيي تركي وخيي مدين، بعزيهم بالمرحوم خيي. عبقول أبديش ابكي لأنه صار له أجر ما صار لحدا. انحرمنا نكون نعددها يا يمي، عوزنا ليكي يا شوقنا لطليتك يا يمي، يا مربتينا على الدليل. تجيكي بالمنام؟ الله يخبر تجيكي بالمنام يا خالتي؟ ايه يا مطلع علينا يا يمي يا مربتينا. شو بدنا نقول؟ هالدمعة هي لمين؟ هي الدمعة الغالية؟ بالأول لأمي وبيي وبعدين لخيي حشيشة روحي اللي صار له شهر ميت بس. يترى ببلادي ذاتي لأحبابك، وهديهم دمعة وفاء. لا تبكي عليهم، غني وغنيهم، سراج معاد ينطفى. ننزل على عين التيني، هي طعيت يا يميات قبرينا وانا يبكي لها بدون. ليش اقول لك بدي يصير دمي لان ما في يدي حيلي. امي فضلت كثير علي وربطنا وربط اولادي معي. انا بالحقل الغربي من يوم اني تجوزت طلعت لهون على الشام، وامي تبعت لي اكلي وشربي وزوجتي وتقول لي كلي انت اولادك وعيشي انت اولادك. وزين انت بتعرف اناش نحكي على الشريط في عسكر يعني وذا. يعني الحمد لله على فضل الله. وعاد اجانا بيي يوم وفاة بيي، لا شفته ولا شافني من يوم اني طلعت وتجوزت وطلعت، ما شفت بيي ولا لامي. نزلنا على اليوم اللي حكى معي النهار انه مات، بساعة انه مات مش بالنهار، بساعة انه مات حكى معي وكيفك يا بيي وفكلين يمك يا بيي وديري بالك على حالك ووصيها لاولاد اللي كانوا يضحكوا معه. قالوا ديروا بالكم على نبيها، ديروا بالكم على نبيها.
ما قلت لك لاني همك يا بيي بموت امي، شو عم بصير فيك؟ قال لي بالبركه بخيك وما بخيك يا محمد تعالي. انا سمعت يا محمد تعالي. قدم محمد شو هيك يا بيي؟ قال له شقلوا على الاوضتين، قال احكوا معها ولا تقولوا لها. قاموا اخذوا واتصلوا بالاسعاف واجت الاسعاف اخذته وكله سمع اني حديث على الهيك على الهيك. شو صعب؟ قلبي من جوا عبير لانه ليش بدي ما عادش حكى معه. بس المكالمه كانت معك بس هاي اخر مكالمه، هاي اخر مكالمه حكيها معي وهو هيك وبموت. اخذوه على البارش لو نصلوا فيه على الطريق بنا على المستشفى جابوه مواصل. خلي ما بيسمحوكم تروحوا تحضروا؟ ما رحنا، لا حضرنا اجرون ولا حضرنا في تعازي لبي عشريت، ما رحتش لانه ما كانوا مشددين شوي وما خلونا وهيدا ما رحنا. للام لا ما شاركتهم ولا سقيتهم بالطاسه مي ولا يا بي مفضلين علينا. وبي كان كثير بيعزنا، ما نحن 3 اولاد عنده بس. شو بدنا نقول لك غير هيك؟ امي ما بنسى فضلها طول عمرها ولا بد. احن ام بلقيها امي، مش اني سقل لك يعني على التصوير، لا احن من امي ما في. بعاطفتها وبحنيتها إلنا ولخواتي بكل شيء فضلت علي. والله سبحانه وتعالى يهد البال يا خالتي بأحسن حال ونرجع على البلاد. يوم أجر أمك أنت كنت كثير صعب عليك؟ صعب كثير، من عزت علي كثير بي أمي وبي موتت، لأني ما نولتهم بالطاسة مي. ما قبلتيهم عجبين ولا شفتهم انا بدي اقلهم على الصوره. عدد بي على الصوره. شو بدي اقول لك؟ اعطيك قصه ايام الماضي حرقت قلبي بزياده اني سمعك. الله سبحانه وتعالى يفرجها الغيمه عننا يا خالتي. نرجع لبلادنا ونشوف اهالينا. الام والبي ما بينتسوا. وعندي الحمد لله الخي مفضل مثل اهلي وامي وبي وازواج، ما عندي غير، ما عندنا غير خي واحد. طيب لا اخوتك اللي جوا بالارض المحتله لا خيك، لا اقاربك بعين قنية، شو حبيت تقول؟ شو بدي اقول لهم؟ بسلم على خواتي وعلى خيي حبيب قلبي وبعزيهم بابن خالتي اديب ويورث عمره. من جديد مشاهدينا أيضا مع أسرة من أسر شهداء الجيش العربي السوري، شهداء سورية الحبيبة الذين ارتقوا للعلا دفاعا عن عزتها وكرامتها. علاء بسام فاهمي من الشهداء اللي تصاوب 4 مرات وأبى إلا أن يكمل مشوار مع رفاقه. حضرتك والده، نحكي عن تضحياته وبطولاته. الله يوفقك. الله يرحم جميع الشهداء. كان بحماسه كتير لوطنه لرفقاته، يعني تصاوب 4 مرات. مرة منهم كان بمنطقة هنيك وإجا إجازة، وصل ما قعد 2 ساعة، إجا اتصال إنه رفيقه متصاوب. قام طلع أواعي مدني حتى ما قدر يلبس أواعي، إنه قال رفيقي تصاوب وهن 2 يعني على الدبابة وهيك، إنه ما قدر بديل عنه وترك إجازته، قعد 2 ساعة من أصل 5 أيام والتحق بدوامه وتصاوب بعد منا يعني كمان يومتها وتم انه ما يترك رفقاته ولا يترك وطنه. هو خدم 4 سنين يعني بالاحتياط الاصابات تبعه على مدى 3 سنوات الماضي. ايه من اول عسكريته، يعني اول ما بلش الاحداث تصاوب اول مره بايده وتصاوب ثاني مره ضربه براسه شيء 17 خطبه، ورجع تصاوب باجره. ويكون حماسه بالزايد، يعني كل ما تصاوب مره يكون حماسه بقوه اكثر وبحماسه لرفقاته لوطنه. هو كبير عندك البكر، يعني كنت تحفزه دائما. اي اكيد، اي طبعا، يعني هو يخلي اولادكم ويرحم جميع الشهداء. هو عندي صبيين انا هلا، حتى عندي الصبي الصغير يعني هلا بحماسه هو، ويعني وهذا انه بده يتطوع، يعني عم يستنى هلا ياخذ بكالوريا وهيك
وبده يكفي مشوار أخوه. يعني هو صفى وحيد إلنا وهيك، وبحماسه إنه بس يطبق 18 بده يكفي مشوار أخوه، بده يتطوع وحابب إنه يكون ضابط. علاء لما كان يتصاوب كان يخبي عليك ولا بعدين لحتى تعرف؟ ايه ما يخبر حدا، حتى اخر اصابتين اهل البيت هون ما حدا يعرف غير انا يعني، حتى امه واخواته واخواتي ما حدا يخبر، يعني اعرف انا وينبه علي انه اوعى تخبر حدا، امي اختي لا تخبر حدا، يعني نخبر حتى من رفقاته منه هو ما يخبر. اخر اصابه كانت بليغه له؟ اخر اصابه تصاوب بمتى واستشهدوا 5 رفقاته وضل بالمشفى 3 ايام، حتى انا عرفت بعد ما طلع من المشفى، وعلى طريقة واحد من رفقاته، وقال لي بابا اوعى تخبر حدا، انا بصحتي وعافيتي، حتى يعني موبايله متى يحكي معي من موبايل رفقاته وكذا، بيقول لي انا بخير، لو اني مو بخير ما بحكي معه، واحكي معه انه بابا انا بدي اجي لعندك على المشفى، يقول لي انا لو بحاجه بقول لك تعال. الضباط هون حدي كلهم مثل اهلي، ورفقاتي اخواتي كلهم بجنبي، وكان